لا تتجلى الموهبة ولا تكتمل إذا كان صاحبها لا يملك الوعي والإدراك لرفعها عاليا. تعريتها وعدم ترك ما يثبطها ويوقفها عن الصيرورة والتطور. الاهتمام بغير كرة القدم اختزل مسيرته التي كانت لتكون مميزة بكل تأكيد. أرييل أورتيغا لاعب امتلك كل مقومات اللاعب المبدع. رؤية الكرة بين قدميه متعة خاصة تتمنى فيها أن لا يمررها لأحد. عقدت الجماهير الأرجنتينية يوما آمالها العريضة عليه لحمل الرقم 10 ليكون خليفة لدييغو أرماندو مارادونا وأول من يرث هذا الرقم بعده. البدايات كانت توحي بميلاد لاعب سيصنع رعبا مثل ما صنعه دييغو. كان أشبه بمارادونا بنسخة القدم اليمنى. انطلاقته مع ريفر بليت وتتويجه ب4 ألقاب للدوري وكأس ليبرتادوريس الثانية في تاريخ النادي آنذاك أسال لعاب الأندية في أوروبا. الحمار الصغير كما كان يلقب انتقل إلى فالنسيا، ولكن عقليته المتقلبة داخل وخارج المستطيل الأخضر وقلة الانضباط غيرت المنظور وكانت السبب الأكبر في فشله. شارك رفقة الأرجنتين في مونديال 98 بعد بداية مميزة وضعت الأرجنتين في خانة المرشحين، لكن نقطة التوقف كانت في الدور الربع النهائي ضد هولندا في المباراة الشهيرة التي شهدت طرد أورتيغا بعد نطحته المشهورة ضد فاندير سار، ليعاقبهم دينيس بيركامب بعدها بهدفه الشهير في الدقيقة 90. في إيطاليا لعب رفقة سامبادوريا وبعدها بارما. اتجه أورتيغا بعدها إلى طريق السهر والكحول ولم يقدم المأمول منه. عودته للريفر أعادت القليل من بريقه وسجل 23 هدفا في 56 مباراة. خاض أورتيغا حربا ضروس ضد إدمان الكحول ليعتزل كرة القدم نهائيا سنة 2012. كرة القدم منحتني كل شيء على عكس ما فعلته أنا، لقد قصرت كثيرا. هكذا وصف أورتيغا مسيرته.